السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله بغيت نوريكم يعني واحد الطريقه اللي هي سهله وزوينه بزاف يعني في التقشير ديال اللوز. انا كان عندي هاد اللوز، كنت بغيت نستخدمو يعني في بقلاوه. من قبل فاش درتها راه عندي الفيديو راه حاطاه في القناه، وكنت كنبغي نهرسو كنضربو بالتيمومه ولا شي حاجه كتشتت اللوزه في خطره من الداخل، كيضيع في مره صافي. كنت خليته في الميكا وسامحه فيه حتى لقيت واحد الطريقه اللي صراحه زوينه بزاف. هذا البنات راه داير هكا في اللون حيتاش فزكتو بالماء. بالنسبه لديك اللوز يعني اللي كيكون طري عاد تحيد، راه القشره راه كتكون خضره عنده كتحيد دغيا. اما يعني الا كان كرمات لي هاد القشره الفوقانيه حيت راه فيه جوج قشرات، كان كرم ما كتبغيش هادي تحيد كاع باليد هاد القشره الفوقانيه، ولا ضربتو بالتيمومه كيتهرس كامله كتشتت يعني اللوزه في خطره ما تلقاو يعني ما تهزو فيها. اذا بالنسبه للطريقه هي كتشدوا اللوز هذا اللي بالقشره، راه عنده جوج قشرات انا غنوريكم، تخليوه في الماء لمده ديال 3 ديال السوايع حتى كيرطب. فاش كتخليوه في الماء لمده ديال 3 السوايع هاد القشره هذه كتولي كتحيد بوحدها، وحتى لداخل غير كضربوا ضربه واحده كتقسم اللوزه على جوج. بالنسبه لي انا حيت كنت درسو في الليل يعني ما جاتش نعمر التليفون باش على حساب 3 السوايع، صافي خليته بات في الماء، ومن بعد درتو في هاد الشبكه قطر ليه من الماء ودرتو في الشمس، راه باقي فازق يعني راه باقي وليني معليش، المهم غير باش ما يزلق ليناش وصافي. نتوما شوفوا كي ولات يعني رطبه وكتحيد كتقشرها. شفتوا دابا هاديها عاوتاني غادي نضربها بالحجره دغيا غتهرس. نزيدو نشوفوا شي وحده اخرى. بالنسبه لهادي غدير لها غير بالموس هكا صافي. هي كتقشر كما كتشوفوا، هي ولات تتقشر غير بالموس يعني ساهله. بالنسبه لهادو سهله بزاف. فبنفس الطريقه حتى غادي نكمل الاخرين، كتولي هكا كتهرس دغيا. تلقات باقا فازقه شوي. كما كتشوفوا بالنسبه للوزه هي ما تهرساتش ما تشقات معنا ما حتى حاجه، راه كتهرس دغيا، غير انا كتزلق لي حتى التيمومه اللي دايره شويه. معليش نعاود نسيو هذه. المهم الاساس عندنا هو ما تشتتش هذه. اذا البنات هذه عندي ديال البلاستيك يعني ما كيصلحش يتهرس فوقها مزيان، كون كنض الخشب من الافضل حيت سيت في الارض. الا مثلا ديروا هكا في الارض شي كاغيط هكا ولا بحال هنايا دغيا كتهرس هنايا منها الكشه وكتجبد ما كتهرس ما حتى شي حاجه. بنفس الطريقه غادي نكمل الاخرين. نعاود حداكم هذه واش كتبان. اذا غادي تسخطوا هاد الجهه هادي بنفس الطريقه غنكمل الاخرين نتلاقاو. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال اللوز ديالنا بعد ما نقيتو. كما كتشوفوا راه ما تهرس ما حتى حاجه. حيدنا ليه جوج انواع ديال القشره كما كتشوفوا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو. المهم السر في هذا يعني الطريقه ديال التنقيه هي تخليوه في الماء يفزق، هذا هو السر اللي كاين. وبالنسبه للتهراس من الافضل تهرسوا على شي حجره، ديروا شي حجره نقيه وتشدوا شي تيمومه وتهرسوا من فوقها باش تهرس معكم بسهوله. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد والاهم مفيد، والضغط على لايك ان اعجبكم الفيديو. وشكرا على المتابعه.